عيان بيجي لك وضعيته كالاتي، هو مريض سمنه وعنده سكر. تمام. ومريض اللي عنده سمنه وسكر ده بيبقى عنده في ثقافته وبيتفرج علينا، عارف بقى ان السكر له مضاعفات وجروحه بتلتئم متاخره شويه، وهو كمان سكره مش مظبوط. النوعيه دي من العيانين بالتالي تجهيزهم قبل العمليه صعب. تجهيزهم صعب ومحتاج تجهيز دقيق. يعني لازم الاول بنعرض العيانين دولت على دكتور اندوكراينولوجيست اللي هو دكتور البطنه الغدد الصماء. لازم يخش وهو في الاوبتيمم كونديشن، في الوضع المثالي دي، ان هو يخش وسكره متظبط، اللي هو سكر التراكمي مش حتى العشوائي، لازم يكون سكره متظبط. لازم كمان نقول له انهي العمليه المناسبه له، اذا كان تحويل مسار ولا تكميم. تحويل المسار اقوى فعلا في نتائجها في علاج مرض السكر من النوع الثاني، لكن التكميم برضو العيان بيستجيبوا كويس جدا عليه. ولو مثلا بياخد انسولين مثلا يبقى بياخد اقراص، ولو بياخد اقراص يقللها جدا، وفي بعض الحالات كمان بيحتاجش ياخد حاجه خالص. فلازم نبقى مجهزين. بيبقى في الفحوصات بتاعتنا زي ما احنا قلنا، بيبقى في سكر تراكمي لازم يكون في النورمال رينج، لازم تكون التخدير بيتعرض عليه الاول للعيان يقول ان هو فت للانستيزيا للتخدير. لازم يبقى العيان على درايه كامله ان احنا هنعمل له اللازم ليه خطوه بخطوه. وعلى نقطه الجروح اللي حضرتك ذكرتها، احنا كنا قلنا في الاول ان احنا المناظير ريحتنا من القصه دي. فهي بتبقى جروح صغيره جدا من 5 مللي ل 10 ل 12 مللي على اقصى تقدير، وبالتالي فكره التئام الجروح مع الجراحات الحديثه المناظير والقصه دي خلت نسبه المضاعفات فيها موجوده بس قلت جدا جدا. فطبعا مريض السكر بيستفيد جدا من العمليه دي، لان هي كمان حضرتك عارف السكر بيعمل مشاكل في الاطراف، وبيعمل قدم سكري، بيأثر على الشبكيه وبيأثر على العين. فاحنا العمليه دي هنا يعني بتبقى زي السحر بالنسبه له، انه بيفقد وزنه، بيمارس حياته بصوره طبيعيه، جسمه بيستجيب احسن للانسولين اللي بيفرز، وبالتالي بيبدا يعني نقدر نقول 80% شفاء من مرض السكر. دايما اشبه العمليه دي بواحد كانه بيقع من فوق منحدر كده، من فوق يعني جبل، وعمال يقع بقى ويدقلك كده، وحد مره واحده راح ماسكه قبل ما يقع للاسود تحت بقى، هياكلوه الاسود تحت والتعابين هتنهشه. لا، يروح واحد ماسكه بايده كده، زي الافلام الاجنبي والافلام العربي برضه حد بيمسكه مره واحده. العمليه بتعمل كده، بتوقف بالظبط فجاه التدهور في مضاعفات السكر على الكلى، على القلب، على الشرايين، على القدمين، على المخ.